ازيكم يا جماعه؟ ابل اطلقت اي او اس 26 النسخه التجريبيه الاولى من يومين. كمان انا نزلت فيديو فيه اكتر من 30 ميزه عن اي او اس 26 ومن اهم المميزات اللي نزلت في التحديث ده. كمان الفيديو ده هتكلم عن بقيه المميزات اللي لسه ما اتكلمناش عنها. لو اتفرجت على الفيديو ده والفيديو اللي فات تقريبا هتعرف كل المميزات اللي نزلت في التحديث ده. بس قبل ما نخش في الموضوع كمان هنشوف ازاي ننزل النسخه التجريبيه الاولى لاي او اس 26. يلا بينا نخش في الموضوع على طول، يلا بينا. اول حاجه عشان تظهر النسخه التجريبيه الاولى من اي او اس 26 لازم تخش على السيتنج وتتاكد من حاجات معينه. تخش على السيتنج عام سوفت وير ابديت او التحديثات، بعدها تخش على تاني خيار اسمه التحديثات التجريبيه وبتختار اي او اس 26 ديفلوبر بيتا. اما تختار الخيار ده وبترجع بتلاقي التحديث ظهر لك على طول قدامك. طب لو مش ظهر عندي الخيار ده اعمل ايه؟ في ناس برضه يا جماعه مش ظهر عندها الخيار زي نفس المشكله اللي على التليفون ده. الحل بسيط جدا. اول حاجه بتخش على الاب ستور وبتنزل تطبيق ابل ديفلوبر. اول ما بتنزل التطبيق ده بتفتحه وبتخش على اكونت اللي تحت هنا او الحساب وبتسجل دخول بحساب الاي كلاود بتاعك. اول ما بتسجل دخول هتلاقي على طول الاضافه دي ظهرت لك على الموبايل. بندوس هتلاقي ظهر لك ده وبتدوس على موافقه وبتدوس موافقه، وبكده خلاص تقدر تعمل كرييت وتعمل سكيب، تعمل سكيب سكيب سكيب، تفضل تعمل تجاهل تجاهل او تخطي وبتدوس done. تخش على الاعدادات دلوقتي، ترجع تخش تاني على تحديث البرامج، هتلاقي ظهرت عندك زي ما انت شايف كده. بتفعلها تختار اي او اس 26، بترجع هتلاقي التحديث ظهر قدامك على طول. زي ما احنا شايفين كده التحديث ظهر معانا والنسخ التجريبيه بدأت تظهر معانا عادي والمشكله اتحلت. فده بالنسبه لازاي انزل النسخه التجريبيه بدون اي مشكله على طول وبطريقه مباشره على طول وسهله. طيب، هل انزل النسخه التجريبيه؟ بصراحه انا ما انصحكش لانك هتواجه مشاكل كتيره زي لاج، سخونيه، تقطيع، دروب فريم ومشاكل كتيره من دي. انا مجرد ما بفتح تطبيق الكاميرا او تطبيق الصور، اي تطبيق بستخدم التليفون عادي جدا، الموبايل بيسخن مني. فانت لو الجهاز استخدام شخصي او اساسي وبتحتاجه والمشاكل دي هتضرك او هتفرق معاك، مش هتقدر تستحمل المشاكل اللي زي دي، بلاش تنزل التحديث ده. التحديث ده نازل لمطورين. فبالنسبه للاستخدام الشخصي والاستخدام العادي بلاش، لانك هتقابل مشاكل زي دي كتير. فلو هتعرف تتاقلم وما عندكش مانع من المشاكل دي، خد نسخه احتياطيه الاول على الكمبيوتر وابدا نزل التحديث عادي، مفيش اي مشكله طالما هتعرف تتاقلم مع السخونيه والدروب فريم، مش هيبقى فيه اي مشاكل. عشان في ناس بتشتكي بعد ما بتنزل تحديث تقول لك البطاريه بدات تنزل بسرعه، الجهاز سخن، الجهاز بيقطع، في لاج، في تهنيج، الكلام ده كله هتقابله. فبلاش تنزل تحديث لو انت خايف من نقطه زي دي، خصوصا ان صحه البطاريه هتنزل معاك كمان. نخش بقى على المميزات. اول ميزه معانا لو دخلنا على اي صوره في تطبيق الصور دلوقتي تقدر تخليها بتاثير ال 3 دي زي اللي في شاشه القفل. يعني لو دوسنا هنا كده وفعلنا الخيار اللي فوق هنا ده هتلاقي علامه كده صغيره جدا مش واضحه اصلا، هتقدر تفعل خاصيه 3 دي. كمان لو دخلنا على الاعدادات والسفاري دلوقتي في كذا اوبشن قدامك لكذا ستايل تبع السيرش، تقدر تختار اي واحد فيهم وتشوف ايه اللي يناسبك او ايه اللي يعجبك فيهم. عندك الستايل اللي في النص ده، فلو دخلنا كده على سفاري هتلاقي الستايل اختلف تماما بقى بنفس الشكل القديم اللي هو بتاع اي او اس 18. لو اخترنا الستايل التاني اللي هو اخر واحد هيبقى السيرش فوق خالص والتحكم تحت بالرجوع للخلفيه للصفحه اللي قبليها، وكمان تعرض التبويب، وتقدر تختار الشكل الاساسي بتاع اي او اس 26 اللي هو ده. كمان لو دخلنا على الاعدادات ودخلنا على عام التقاط شاشه هتلاقي حاجه اسمها معاينه بملء الشاشه. يعني ايه؟ يعني انت لو خدت سكرين شوت كده هتلاقي الشاشه بقت كامله على طول زي ما انت شايف كده ودخلك في وضعيه التعديل بتاعت السكرين شوت. طيب لو قفلنا الميزه دي وخدنا سكرين شوت تاني هتلاقي سكرين شوت صغرت وبقت على الطرف هنا، لازم تدوس عليها عشان تبدا تخش وتعدل على السكرين او تحفظها او تلغيها. دي فكرتها. كمان تقدر تاخد لقطات شاشه من الكار بلاي نفسه، وكمان دلوقتي تقدر تشوف جودة السكرين شوت تتعدل فيها، ممكن تختارها الاس دي ار وممكن تختارها الاتش دي ار. كمان تطبيق البودكاست حصل عليه تعديل بسيط، تقدر تسرع الصوت من 1 اكس ل 2 اكس زي ما انت شايف قدامك كده. الخيار ده تقدر تحسن الحوار من 0.8 لغاية 2 اكس، ودي ميزة جميلة جدا اتضافت في البودكاست.
كمان ابل ضافت تطبيق العاب جديد بيدمج بين الجيم سنتر والابل اركيد والاب ستور، الالعاب اللي موجوده في الابل ستور والابل اركيد كلها في التطبيق ده. كل حاجه بتخص الالعاب هتلاقيها جوه التطبيق ده. كمان تقدر تتحدى اصحابك وتقدر تعمل معاهم تحديات وتشوف النقاط بتاعتهم وتتابع التطورات بتاعتهم. بجد تطبيق جميل جدا، يعني بيتابع التطور بتاع الالعاب، وكمان احدث الالعاب اللي بتنزل هتلاقيها بتتعرض قدامك تحت هنا. شوف الالعاب الجديده اللي لسه نازله. كمان بتشوف الالعاب اللي ترتيبها رقم واحد على الاب ستور زي ما انت شايف كده. كمان ميزه الابل اركيد دي باشتراك شهري بيعرض لك الالعاب بتاعت الابل اركيد بشكل جميل جدا اكتر من الاب ستور. وكمان مكتبه التطبيقات اللي فيها الالعاب بتاعتك كلها، وكمان لو في تحديث او اي حاجه بيعرضها لك هنا. كمان ابل ضافت تطبيق بريفيو، وده علشان تقدر تعدل من ملفات البي دي اف وتقدر تضيف نصوص وتقص وتظبط الملفات دي، وكمان تقدر تحفظها بكذا صيغه زي البي دي اف والجي بي جي والبي ان جي وغيرهم. يعني لو جينا كده نشوف هتلاقي زي ما انت شايف كده قدامك التعديلات اللي قدامك دي كلها. تقدر تضيف نص، وتقدر كمان تكتب جوه البي دي اف ده. وكمان تقدر تدوس على العلامه دي وتعمل تصدير. هتلاقي قدامك بيظهر لك الصيغ اللي هتقدر تصدرها بيها زي الجي بي جي والبي دي اف والبي ان جي وغيرهم من الاضافات. كمان تقدر تختار الحجم بتاعه يعني والانش بتاعه. تقدر تختار زي ما انت عايز، تقدر تعدل على كل حاجه جوه الملف نفسه. بصراحه تطبيق جميل جدا لتعديلات او اداره ملفات البي دي اف. كمان تطبيق الملاحظات حصل عليه اضافه بسيطه جدا، وهي اضافه واحده بجانب التصميم طبعا الزجاجي اللي ظهر في كل مكان في نظام الاي او اس 26. لو دخلنا كده على الملاحظه دي وعملنا شير هتلاقي حاجه اسمها التصدير كمارك داون. التصدير كمارك داون ده ان انت بتصدر الملف ده نفس الصيغه اللي موجوده في مواقع الجيت هاب. تلاقي صيغ الكلام او الكلام بيبقى مكتوب بصيغه معينه او بشكل معين. نفس الكلام هو ده المارك داون اللي ابل بتتكلم عنه، او ده يعني التصدير كمارك داون. كمان لو دخلنا على الاعدادات ونزلنا على الخصوصيه والامن، نزلنا تحت خالص هنلاقي حاجه جديده اسمها ملحقات سلكيه. لو دخلنا كده هتلاقي بيقول لك السماح بتوصيل الملحقات. السؤال دوما يعني لو بتوصل يو اس بي او اي ملحق زي ايربودز، اي حاجه خارجيه بتتوصل بالايفون، هيديك تنبيه الاول ان انت يسالك على طول، او للملحقات الجديده يعني لو حاجه جديده زي ايربودز جديد او سماعه جديده، او كمان لو فتحت قفل التليفون بس خلاص هو كده يقدر يوصل باللابتوب او بالايربودز او باي حاجه، او ممكن على طول تقول له السماح دوما ان هو يوصل على طول من غير ما يديك تنبيه او يسالك. كمان في ميزه هنا المفروض تبقى موجوده بس باللغه الاجنبيه بس، ان في تقرير زي نفس في كلمه تقرير خصوصيه التطبيقات، نفس الكلام في تقرير للابل انتليجنت. يعني لو في اي مشاكل بتحصل في الابل انتليجنت بتبعت التقارير دي لابل عشان تقدر تعالج من الابل انتليجنت وتحسن تجربته. كمان عندنا حاجه اسمها جهات الاتصال المحظوره. لو دخلنا كده هيجيب لك الجهات الاتصال اللي انت حاضرها من تطبيق المكالمات، او الارقام اللي انت حاضرها من تطبيق المكالمات. كمان لو طلعنا فوق خالص كده هتلاقي خدمات الموقع بيقول لك 12 اثناء الاستخدام تحت بخط بسيط كده. ولو في حاجه استخدام دوما هتلاقي كاتبها لك جنبه، يعني دي حاجه بتوضح لك على طول بدل ما تخش وتشوف كل تطبيق بيستخدم اثناء الاستخدام ولا امتى. لا، هو على طول كاتب لك هنا 12 تطبيق بيستخدم اثناء الاستخدام خدمات الموقع. كمان لو رجعنا من الاعدادات وطلعنا فوق على الشاشه العرض والاضاءه ونزلنا تحت كده هتلاقي عندك التشغيل دوما. هتلاقي حاجه عندك اسمها ضبيب صوره الخلفيه. يعني لو انت بتقفل اللوك سكرين كده انت عندك الخلفيه عادي ظاهره جدا شكلها حلو الصراحه كده. دلوقتي تقدر تفعل الميزه دي وتقفل هتلاقي الخلفيه اتحولت لبلور او بقت ضبيب، ودي بصراحه مش عجباني. هي الافضل بالنسبه لي ان تكون الخلفيه شفافه كده. كمان الآلة الحاسبة عندك دلوقتي بقت بتدعم اللغة العربية زي ما انت شايف كده، كلمة مسح وحذف بقت باللغة العربية، وكمان عندك القوائم دي بقت باللغة العربية، والقوائم الباقية باللغة العربية برضو كلها. بالنسبة للذكاء الاصطناعي لازم اغير التليفون للغة الأجنبية ونرجع نشوف المميزات بتاعة الذكاء الاصطناعي. طيب بعد ما رجعنا اللغة الأجنبية تاني، دلوقتي ابل دمجت الذكاء البصري مع لقطة الشاشة. فاكرين الذكاء البصري اللي احنا كنا بنفتح الكاميرا نصور أي حاجة قدامنا ويعمل سيرش عنها او يسال شات جي بي تي والكلام ده كله؟ الكلام ده دلوقتي بقى موجود في السكرين شوت، تقدر تعمله. لو عملنا كده سكرين شوت على اي حاجه قدامنا هتلاقي عندك خيارين جداد بيقول لك اسك يعني تسال شات جي بي تي، او تعمل سيرش عن طريق جوجل. هتلاقي دلوقتي ظهر لك
البحث عن نفس الصورة دي أو نفس الحاجة، سواء بقى منتج أو حاجة أنت عايز تعرف سعرها أو أي حاجة، نفس الفكرة هتظهر لك عن طريق جوجل، أو تقدر تسأل شات جي بي تي. كمان تطبيق الاختصارات حصل عليه إضافة جديدة، وضاف فيه الأبل انتليجنت عشان يولد اختصارات ذكية في المستقبل. ودي يعني بعض الاختصارات اللي هنشوفها دلوقتي. لو دخلنا كده على تطبيق الشورت كات ودخلنا على الجاليري او المكتبه، هتلاقي علامه الابل انتليجنت، هتلاقي شويه اختصارات بسيطه كده من الابل انتليجنت. لو ضفنا اول اختصار زي كده مثلا ودوسنا اد وضفناه عشان عندي قبل كده، هو اختصار عامه مبدئي كده او بدائي يعني، كبدايه. انما في بعد كده يعني اما الابل انتليجنت يشتغل بطريقه كويسه، هتلاقي تقدر ان انت تولد اختصارات عن طريق الذكاء الاصطناعي عادي بكل سهوله. دي حاجه تجريبيه بس في الاول. كمان تطبيق الايميل حصل عليه تعديل بسيط. لو دخلنا كده على تطبيق الميل وسحبنا سحبه بسيطه كده، هتلاقي الانيميشن اللي ظهر ده نفس الفكره برضو. لو سحبنا كده هتلاقي الانيميشن اللي بيظهر من الناحيه التانيه، بجد شكله جميل جدا. كمان في ميزه جديده اتضافت في تطبيق الميل نفسه بس مش ظاهر عندي، مش عارف ليه، اي كلاود كلين. ودي بتوفر لك مساحه للخدمه السحابيه بتاعه الاي كلاود نفسه، عشان لو في رسائل سبام وبتاخد مساحه بتمسحها لك او بتشيلها لك. كمان تطبيق بلاي جراوند حصل عليه تغيير واضافات جديده، زي انه دمج اخيرا الجينيموجي مع تطبيق البلاي جراوند. وكمان اللوجو بتاعه اتغير زي ما انت شايف كده. التطبيق بقى اللوجو بتاعه احسن من الاول بكتير، عليه علامه الابل انتليجنت والفقاعه. كمان ابل ضافت كمان في تطبيق البلاي جراوند شات جي بي تي. عشان تفعل في الشات جي بي تي لازم تدوس عليه وتدوس نيكست وتدوس انيبل شات جي بي تي. باختصار كده الشات جي بي تي هيقدر يوفر لك او يعمل لك صور باستخدام الذكاء الاصطناعي. وكمان في كذا شكل ليه، منهم الاشكال الانمي، وده اشهر شكل كان ترند في الفتره اللي فاتت. تقدر تضيف الصوره اللي انت عايزها ويعملها لك كشكل انمي. لو دوسنا كده، عامه دي صوره من الصور اللي انا عملتها، بس انا عشان عملت صورتين فهو بيقول لي دلوقتي ان انت وصلت للحد الاقصى، لازم تشترك في خدمه البلس. وجايب لي الرساله اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. بصراحه حاجه تضايق، ان المفروض خدمه شات جي بي تي حتى على تطبيق البلاي جراوند تكون مجاني حتى يعني. بلاش تطبيق الشات جي بي تي نفسه، لا يعني ممكن في خدمات ابل نفسها الانتليجنت تكون مجاني بالكامل. كمان تطبيق ريمايندز حصل عليه تصميم جديد بالكامل، ودلوقتي تقدر تضيف اكشن على طول، ان انت تضيف تنبيه يعني اختصار سريع كده تقدر تضيفه. كمان في الكنترول سنتر تدوس هنا تلاقي على طول عرض لك الواجهه دي، وتضيف التنبيه اللي انت عايزه عشان الايفون تكتبها بسرعه يعني، والايفون يفكرك بيها بعدين. تقدر تتحكم بالكاميرا دلوقتي عن طريق الايربودز، زي انك تصور صوره او فيديو. يعني تدوس ضغط على الايربودز يبدا تصوير فيديو مثلا او ياخد صوره على طول. الميزات اللي بعد كده وهي في تسهيلات الاستخدام نفسها. لو دخلنا كده على الاب ستور المفروض يظهر بنفس الواجهه دي، مش للخصوصيه بقى، لا للمميزات اللي هيوصل ليها. مميزات تسهيلات الاستخدام، يعني التطبيق ده هيوصل ليها تكون مميزات ايه هي. دي بس الفكره اللي المفروض كانت تتضاف لغايه دلوقتي ما ظهرتش، عشان دي النسخه التجريبيه الاولى لسه. كمان ميزه الاصوات بالخلفيه دلوقتي بقى فيها كذا صوت جديد. لو نزلنا تحت كده ودخلنا على صوتي ومرئي، ودخلنا على اصوات الخلفيه ودخلنا على الاصوات، هتلاقي في كذا صوت جديد اتضاف. كمان دلوقتي تقدر توقف الاصوات دي، سواء بقى ان انت توقفها عد تنازلي، يعني ان انت تخليه بعد 30 دقيقه يقف، او تحدد ساعه معينه مثلا الساعه 4 الفجر يقف الصوت ده، على حسب التوقيت اللي انت عايزه يقف فيه بالظبط. كمان تقدر تفعل ان هو يقف اول ما تقفل التليفون، تقفل اللوك سكرين، تلاقي الصوت ده وقف على طول. كمان موازن الصوت دلوقتي الاكولايزر تقدر تتحكم في الصوت. لو فعلنا كده الخيار ده تقدر تتحكم في الصوت، تخليه يمين شمال فوق تحت. يعني تعديلات في الصوت كده على حسب الراحه اللي انت بترتاح لها. شوف هتعدلها ازاي لو انت بتستخدم الميزات دي. كمان الميوزك هابتكس، لو رجعنا ورا كده ودخلنا على الحس اللمسي في الموسيقى وفعلناه، دلوقتي تقدر تختار الاهتزاز يشتغل مع المغني وموسيقى او المغني بس. يعني لو شغلنا كده الموسيقى دي كده انا مخليها مع الاغنيه والموسيقى. لو خليتها الاصوات بس كده مع المغني بس هو اللي هيشتغل، الموسيقى مش هيحصل ليها فايبريشن. كمان تقدر تختار حده الاهتزاز تخليها خفيفه او متوسطه او قويه. كمان ميزه الصوت الشخصي بقت افضل، وهي باختصار ان الايفون بيعرف كذا جمله منك، وبناء على كام جمله اللي انت قلتها بيولد صوت شبهك بالظبط عن طريق الذكاء الاصطناعي. ودلوقتي بقى بيعمل الميزه دي من 10 جمل بس. في الاول كان بيطلب فوق ال 200 جمله، فبعد ما بتعمل ال 10 جمل بيبدا الذكاء الاصطناعي بيعالجهم، وبيبدا الايفون يعمل صوت طبق الاصل منه. كمان ميزه قارئ النصوص، لو دخلنا كده على القراءه والنطق ودخلنا على اول واحده وفعلنا قارئ تسهيلات الاستخدام، ودوسنا 3 ضغطات على زرار الباور عشان نفعلها. دوسنا ال3 ضغطات هيعمل نفس الفكره.
26. نفس الفكرة. المميزات دي يا جماعة لذوي الاحتياجات الخاصة، فالمميزات دي بتفيد ناس كتيرة جدا على فكرة. كمان حصل تعديل في التحكم بالعين عن طريق الايفون، وكمان التحكم بالرأس. بقى عندنا حاجتين، التحكم بالعين بس. التحكم بالعين بقى فيها حاجة جديدة، بس ان هو في الاول بيطلب زي ما انت شايف كده، بيطلب ان انت تثبت على الكاميرا وبيشغل الكاميرا قدامك، وبعدها بيرجع للوضع الطبيعي اللي هو الاعدادات الطبيعية بتاعته. نفس الكلام التتبع بالرأس، هي نفس الفكرة بس افضل شوية. اما بتحرك راسك الايفون عن طريق الفيس اي دي بيشوف راسك بتتحرك، بيحاول يحدد اطراف الشاشه، وعادي بتقدر تتحكم بالتليفون عن طريق الراس. كمان ميزه التعليقات المصاحبه مباشره، وهي ميزه باختصار ان انت تقدر تشوف الكلام اللي بتقوله هيظهر لك اسفل الشاشه. يعني لو فعلنا كده الكلام ده، بس هو شغال باللغه الاجنبيه بس للاسف. اللغه الحاليه حتى لو جينا نشوف كده مش هنلاقي العربيه اصلا. فلو عندك بقى خيارات اللي انت تختار الايفون او الميكروفون، تقدر تختار الميكروفون. حتى وانا بتكلم اهو بالعربي بيكتب بالاجنبي. فنختار الصوت، تقدر تشغل اي مقطع فيديو جوه الصور او في اي تطبيق على الايفون. زي ما انت شايف كده فيديو زي ده شغال على اليوتيوب، هتلاقي بيطلع الكلام بيحوله لنص او سكريبت. زي ما انت شايف كده الكلام اللي بيتقال جوه الفيديو بيتحول، لو انا اخترت بس ان انا اخليه على صوت الايفون. انما لو عايز اتكلم والكلام اللي انا بقوله ده يظهر، اختاره على الميكروفون، لازم اكون بتكلم اجنبي. عامة ميزة جامدة قوي. لو دعمت الترجمة بقى مع الذكاء الاصطناعي هتبقى بوم الصراحة. وكمان اللغة العربية هتبقى حوار جامد قوي. واظن ان الميزة دي هتتطور جامد جدا، وهتبقى داعمة للترجمة على طول المباشرة بالذكاء الاصطناعي، ان انت تحمل اللغة على طول وتقدر اي فيديو تشوفه تلاقيه بيترجم باللغة العربية. وكمان مع الذكاء الاصطناعي هتبقى باللهجة العامة زي المصرية او اي لهجة عربية. كمان في ميزة حلوة قوي، لو حد نادى عليك وما سمعتش الميزة دي بتخلي الايفون يديك تنبيه ان في حد نادى على اسمك. فلو دخلنا كده على الاعدادات ده، هو للاسف باللغه الاجنبيه موجوده بس في اللغه الاجنبيه، بس تقدر عادي تقول اما حد يقول احمد حتى بالعربي الايفون يديك تنبيه. ندوس على تاني خيار ده وندوس سيت اب وندوس نيكست، وندوس نكتب اسمنا مثلا، نكتب احمد، ندوس نيكست ونشوف. أحمد. الصوت ده مش عاجبني، فممكن انا اسجله بلهجتي انا. احمد، احمد، احمد. فبكده خلاص هو فهم، اي حد هيقول احمد هيديك التنبيه. فندوس اوكي ونشوف احمد. زي ما انت شايف كده اداني تنبيه على طول ان في حد نادى عليا. فلو انت مش واخد بالك الميزه دي جميله جدا، بس العيب الوحيد ان الميكروفون على طول شغال، وده بيستهلك من البطاريه جامد. كمان الميزه الاخيره ان انت تقدر تعمل شير للاعدادات دي كلها بقى على طول، او تربطها، تعمل مزامنه ما بينها وما بين الاي كلاود بتاعك، تفعل الخيار ده بس. وبكده الاعدادات دي لما تنتقل لايفون جديد او تبدل لايفون جديد هتلاقي الاعدادات دي اتنقلت اوتوماتيك. كمان تقدر تعمل شير للاعدادات دي تبعتها عن طريق الاير دروب بالايفون مستلفه مثلا، واعدادات تسهيلات الاستخدام دي مع ذوي الاحتياجات الخاصه، فبتساعدهم جدا بدل ما يعيدوا الاعدادات دي من اول وجديد. على طول هيعمل شير للتليفون اللي معاه او اللي جنبه او اللي مستلفه ايا كان، او تليفونه الجديد، هيقدر يشير الاعدادات دي على طول وتتفعل على طول بمجرد ارساله عبر الاير دروب. وبس كده. اتمنى تكون استفدت من الفيديو واستفدت من كميه المميزات، وفهمت اي او اس 26 والمميزات كلها الكامله. لو لسه ما اتفرجتش على الفيديو اللي فات هتلاقيه ظاهر لك دلوقتي في الشاشه، اتفرج عليه. في مميزات رهيبه جدا، ومميزات يعني افضل المميزات اللي نزلت في الاي او اس 26، ودي بقيه المميزات اللي في النظام نفسه. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفك الحلقه الجايه.